لكن في الحقيقة في مثل هذه المشاريع التمويلات ليست صعبة، لأن الدول تمول بعضها البعض بالنسبة للشبكة معناها نتاع إنتاج الكهرباء. وفي الحقيقة سأستغل الفرصة بمناسبة الحديث عن هذا المشروع لتساؤل وطلب. التساؤل هو يعني بالنسبة للتقرير طبعا اللجنة غير واضح، وهو استراتيجية المستقبلية لتشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة، خاصة يدور حديث اليوم حول تعطيل مشروع كبير لإنتاج طاقي الجنوب التونسي، وحتى مسؤولين معناها قدامى في حكومات سابقة من الائتلاف الحاكم الآن أقروا بهذا التعطيل. فما صدقية ذلك؟ ثم ما هو مشروعكم المستقبلي كاستراتيجية؟ الحاجة الثانية، وفي نطاق التمييز الإيجابي اللي لازم يصبح واقع وحقيقة، وسبق وأن تحدثت في هذا الشأن مع السيد وزير الصناعة حول محطة إنتاج الطاقة الكهربائية عن طريق التوربينات الغازية بفريانة. إذا نحبوا نعملوا التمييز الإيجابي كواقع وحقيقة، فأنه يلزم نطبقوه، مش يبقى فقط شعارات. طبعا طلبنا بتوسيع هذه المحطة، هذا طلب أهالي الجهة. طبعا الكلفة نتاع توسعة محطة فريانة ماهيش كبيرة، نظرا لأنه الغاز موجود ومتعدي على الأرض من ثميكة جاي من القطر الجزائري الشقيق. المحطة موجودة وبالتالي كلفة التوسعة تكون أقل، مش كما كلفة إنشاء محطة جديدة. هي المحطة الوحيدة في الجنوب الغربي، وتوسعة هذه المحطة أيضا سيمول المناطق الصناعية إذا فعلا فما إرادة للدولة باش تنوع مصادر التمويل ومصادر الإنتاج في الجهة، وفعلا تهيئ مناطق صناعية. طبعا هذا المشروع له نتاج مباشر. اولا الساعه الحظيره باش تخدم عمال من 500 ل 700 كما في محطه المرناقيه، على الاقل في الحظيره اللي تدوم 22 شهر 20 حسب المشروع. ثم مواطن شغل قارة لعمال واطارات، وهذه مساله ملحه الان الناس طالب بالتشغيل. فارجو ادراج توسعه محطه فريانة لإنتاج الكهرباء في المخطط الخماسي القادم إن شاء الله، وهذا مطلب مؤكد. وأرجو أنه معناها ثم إجابة سابقة أرجو أن لا تكون هي صحيحة، أنه لا نفكر في هذا المشروع، لأن أهالي الجهة حقيقة يطالبوا بهذا المشروع. شكرا.